اهم حاجه الحصان. احلى الاصدقاء قناه مع مروه. النهارده بقى اليوم مختلف تماما. احنا عندنا المصريين حاجه اسمها شعبان، لازم نشعبن في شعبان بقى ناكل رنجه وحاجات، وبالذات بقى الاهم من كده يا سلام لو كان مع الاصدقاء، ومش هنلاقوا اجمل من المكان ده اللي احنا ناكل فيه. تعالوا بقى اتفضلوا معانا عشان احنا عازمينكم على الاكل النهارده. تفهموا الريف بقى الجميل ده ادي بقى كده. اتفضلوا معانا. طيب النهارده عاملين ايه بقى؟ تعالوا. عاملين رنجه وعاملين بقى طبعا مرتة، وفي مسقعه في بتنجان، في بطاطس، في بصل اخضر. بحب انا واصحابي دايما ناكل مع بعض، اتعودنا طول عمرنا ان انا واصحابي ناكل مع بعض في الاوقات الحرجه والاوقات الحلوه، دايما احنا مع بعض. وما لقيناش اكتر من منظر من الارض والريف اللي هيخلينا ناكل مع بعض زي ما انتم شايفين كده. الفول الاخضر ده ماشي، هنجمع منه برضو ناكل عشان النهارده اليوم المفتوح يعني اللي احنا هناكل اللي احنا عايزينه كله. مفيش حاجه اسمها رجيم بقى ولا مش رجيم. المهم انا النهارده ببقى مبسوطه جدا وانا مع اصحابي، وعشان انا مبسوطه جدا 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 النهارده حبيت انكم تبقوا معايا وتبقوا مبسوطين انتوا كمان. ماشي. هتكونوا معايا طول اليوم. طبعا هناكل وبعد ما ناكل هنعمل شاي على الراقيه كمان. اليوم كله حلو جدا 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 في وسط الخضره مع الاكل الجميل ده. يلا اتفضلوا معانا وبعد كده نكمل الفيديو. كلوا خدوا راحتكم. احنا طبعا بصور لكم الاكل بقى قبل ما نبدا كمان، لان هيبقى فيه صوره بعد ما نخلصه، بس استنوا الصوره اللي بعد ما نخلصه. اكيد العمليه هتبقى مختلفه تماما عن اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الاطباق مليانه جدا، بس احنا مع بعض بنبقوا مفاجيع جدا جدا جدا. يلا بس انا مش هعرض الفيديو بقى الا بعد ما نخلص اكل. يلا باي. خلصنا الاكل بقى، وفي انتظار ايه بقى؟ في انتظار اللي احنا هنعمل احلى شاي على الراقيه. النهارده يوم كده حاسه ان هو يوم شم النسيم جميل كده. الصحبه الحلوه يا جماعه، اهم حاجه الصحبه الحلوه في اي حاجه. جو منظر جميل، والجو مفتوح، وكل حاجة هنا حلوة في الأرض، لأن زي ما احنا متفقين كده ان الأرض ده أجمل حاجة موجودة، والطبيعة الحلوة دايما في الريف. ليه؟ دقيق وده منظر الاكل. بس احنا خلصنا الاكل يا جماعه وما عادش اكل خالص، وفي انتظار بقى اللب كده، وكمان 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 هنجمع فول اخضر من الارض كمان. الله، وقصب كمان. يا سلام. طبيعي يا جماعه. عشان الجماعه اللي قالوا لي عايزين فول اخضر، هجمع لكم فول اخضر كتير 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 كتير. بس انا عايزه اسال، يعني احنا عندنا في مصر بنقول عليه فول اخضر، يا ترى في الدول الثانيه بقى بتقولوا عليه ايه؟ فيا ريت تقولوا لنا انتوا بتقولوا عليه ايه؟ فول اخضر برضه زي هنا ولا ايه؟ ناس كتير قوي قايلين لي عايزين فول اخضر، عايزين فول اخضر، عايزين فول اخضر، عايزين فول اخضر، عايزين فول اخضر. اديني بجمع لكم الفول الاخضر اهو. بتحبوا تعملوا ايه بقى؟ فول اخضر تاكلوه كده، ولا عندنا في مصر بنقول عليه فوليه؟ انت محتاجه ايادي معايا، بس ساعديني يا نات. نقعد نجمع فول اخضر كده كتير.
وصلنا بقى، تعالي قربي كده يا ستي باللي على الراقيه كده. وصلنا بقى لمرحله الشاي بالراقيه. هينفع رنجه وينفع حاجات من غير شاي على الراقيه؟ لازم الشاي على الراقيه. وطبعا انا عندي صاحبتي الانتيم اللي بتموت في الشاي على الراقيه، نفسها بقى لها يجي بقى لها 100 سنه نفسها حد يعمل لها شاي على الراقيه. فضلتني انا بعمل لها شاي. الدكتوره شيماء طبعا، هو مين اللي نفسها تعمل شاي على الراقيه بقى شويه. وده بقى احلى براد بقى. شوفي جهاز مامتها ده، ولا شوفي كان ايه جايبه لها. انتوا بتحبوا شاي تقيل ولا خفيف؟ يعني كده ماشي عشان بصفتك انك كيفه كده. هاتي كده كده كفايه ولا ايه رايك؟ كفايه كده هيبقى حلو على الشاي الراقيه. لا مين اللي هيشرب شاي؟ بس يا ياسين انا هخليه لهم تقيل عشان عواطف وشيماء بيحبوا الشاي تقيل. وكمان قرنفل. يعني شاي انا ما اعتقد ان شاي الراقيه طول عمره نعناع. معلش القرنفل ده والله كان عندها نوع نعناع. ما هو في نعناع حلو. ما كان عندها نوع نعناع. بس عشان الدخان ده فيها اهو. استنى اشوف يا رب يكون فيش. هات في جماعه بيحبوا النعناع وفي جماعه بيحبوا القرنفل. بقالي يجي ساعة بعمل الراقية دي. الموضوع صعب مش سهل. ما دام بقى في راقية شغالة على النار وكده، بحب قوي 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 اللي انا اجيب بقى ايه فول اخضر اشويه، وكمان اجيب غلة من هنا اقطعها. بحب اشوي الغلة قوي، بحب اشوي الغلة قوي طول عمري كده. احب اجيب الغلة واشويها، بيبقى طعمها جميل جدا 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 جدا. بتحب الغلة يا سعد؟ هشويها بقى بس ما نجيبش كتير. شدي دي. وكمان ممكن نجيب كمان ايه قرنين فول اخضر يتشووا جنبنا على الراقيه، بيبقى طعمه فظيع، بيبقى طعمه بجد حلو قوي قوي. مادوم بقى كده، مادوم النهارده كده يوم فري كده، يبقى فري في كل حاجه. بس يا رب بقى الراقيه تكون عملت بدل ما بقالها ساعه كده مش راضيه تعمل. حشو الغله، سيبها. حشو الغله كده، حشو كمان فول اخضر. سيبه بس يبقى شكله جميل. الوقت اللي احنا مستنيينه كلنا، اللي الراقيه بقت تمام عشان نحط عليها بقى الشاي، عشان نشرب احلى شاي براقيه النهارده. الشاي الراقيه ده يا جماعه طعمه ملهوش حل طبعا، اللي جربه كله بيبقى طعمه جميل جدا. لسه الشاي اخد وقت صراحه يا جماعه يعني. بقالنا ساعتين مستنيين الشاي اهو. والله يا جماعه بيغلى. هاتي كده تعالي بصي اهو، عشان كله فاكر ان هو مش بيغلى اهو. كتر خيره بقاله 3 ساعات على النار اهو. اسكتي يا سوسو. لا على القناه يا سوسو بضحكتك ده، هاخد الربح بسبب الضحكه ده. يا مين ده بالها طويل جامد. لا عندي طولة بال فظيعه بجد والله. لا اصل هي طولة بال باستمتاع، يعني هي مش عمليه اللي انا بعمل وخلاص. طب ايوه اعملي شويه بقى، هاوي شويه عشان النت اهو. تعبت. على فكره ده هو بيغلي، بس انا عاوزاه يطلع لفوق كده. هاتي يا لولا. طب يلا هاوي شويه كمان. ما تيجي تهوي انت بقى. هاوي شويه. نسينا يا جماعه نحط القرنفل. لا عادي تتكلمي، ايه المشكله؟ انا حد عارف ان الصوت والله
والله طيبه. كده هو. الكوبايه عشان لا لا تلاقيها جايه من محموديه. هتجرب. هتجرب. هي لسه جايه. بصوا يا جماعه الشاي. ساعه مش عايزه غلط. الشاي مفيش بقى دخول البيت غير لما بقى ما اقولكوش ساده. هتعمل كتله الحلوه. هتعمل كتله السوق. لا عادي مش هعمل، هسيبه بطبيعته. اه والله هسيبه بطبيعته. حلو ده اسمه فيديو بدون مونتاج. مش عارفه اشربه والله العظيم. على الطبيعي. ده انا مش شواجه كوبايه الشاي بتاعت الراكيه دي. يا كفايه. جماعه يا جماعه يا يا جماعه حبيبتي. ايوه يا جماعه كوبايه الشاي جميله والله. والله العظيم ما ليه حل. كمان هنحلوه وهو كمان على النار بجد عشان يعمل لنا انتفاخ. كده كده شويه كمان. الجدع دي كانت عايزه ابو ياسين يا شباب. كانت عايزه ابو ياسين. كده 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 كده. البراد مليان. البراد كتير يا بنتي كتير. اهم حاجه بقى الصبه واحنا بنصب الشاي ده. اهم حاجه بقى انا عايزه الصبة حد. كده. طب انت بتصوري انا اروح اجيب مج. عايزه اودي المساعدين الكوبايه. احلى كوبايه. انا مجي يا مروه بس انا مغسوله مروه لا لما لا واقفه لا بتكشف. لا 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 يا لا. مروه. هاتي كده يا نادي. هاتي كده يا نادي يا الشاي يا نادي. بص بتعمل غوي ازاي. شوفي كوبايه الشاي ولا عرق سوس ولا عرق سوس. اتفضلي يا اخت ما تجيبهاش وهي بتاع عشان هي مش بتحب تطلع على الشاشه. فضلي من المج ده عشان اروح اديه. احلى كوبايه. عرق سوس صدقوني يعني يا جماعه عرق سوس. طيب حضري كوبايه لابو محمد جايه وبصي. احلى كوبايه لابو محمد. بصي جايب العربيه. اتفضلي يا حبيبتي. ايوه. انا بقى مروه. انا مروه بقى. شوف وده الكوبايه اللقطه النهايه اللي انا هعمل بيها اللي هفنش بيها الايه الفيديو. هندوق الشاي مع بعض. حاجه يا شيخ. لا يا جماعه لا حلو حلو. حلقه جديده هيبقى فيها حاجات كتير جميله وهناخده معانا اللي بتضحك دي على طول. يلا باي. واهم حاجه الحصان. الشاي.